يلا نلم بواقي التلاجة ونفضي التلاجة وناخد أي حاجة بقى من التلاجة ونعمل أكلة جميلة وسهلة وسريعة. عندي حبة عصاج باقيين، عليهم معلقة من الفلفل المتقطع، معلقة زيتون اسود، معلقة زيتون اخضر، حتة جبنة، اي نوع جبنة لو باقي عندك، حتى بيضة، شيدر، رومي، موتزاريلا، اللي موجود، وقلبيهم مع بعض. وهاتي لفة جلاش افرديها. سخني الفرن بتاعك على درجة حرارة 150 10 دقايق، يجهز على ما نعمل الصينية بتاعتنا. هتسيحي بقى معلقتين زبدة وهتستخدميهم، هتفردي على ورقة الجلاش معلقة من الزبدة، وخفي الزبدة على قد ما تقدري، احنا مش عايزين زبدة كتير. وهتنزلي عليها العصاج اللي احنا عملناه ده جميل. ممكن بقى لو عندك حتة شاورما، حتة صدر فرخة مش محتاجاه، حتة لحمة، اي لحمة حتى لو مش محتاجاها ممكن تفصصيها وتحطي عليها اي مكونات موجودة عندك. ولفيه ب3 طبقات من الجلاش، يعني 3 ورقات علشان تبقى لفة كده جامدة ما يتقطعش منك. احنا هندهن طبقة واحدة بس اللي هي الطبقة الأخيرة زبدة، ونحط العصاج بتاعنا وناخد ال3 ورقات ونلفهم علشان يبقى الزبدة بتاعته خفيفة وما يبقاش تقيل، وهيبقى طعمه حلو جدا ومورق وفي منتهى الجمال. احنا كده فرننا بيسخن على درجة حرارة متوسطة، مش عايزين حرارة عالية. اهم حاجة بس وانت بتحطي الحشوة بتاعتك حاولي توزعيها وتخلي الرول بتاعك كله الطبقة زي بعضها عشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. ولفي كويس وقفليه حلو. وجهزي بقى صينية وحطي فيها معلقة من الزبدة ووزعيها كويس، ونزلي عليها الرولات بتاعتك. طبعا لو في اي زيادة في الرول بتاعك ممكن تقصيه او تقطعيه بالسكينة. وخلي نهاية الرول اللفة بتاعته خليها من تحت عشان ما تفتحش مننا. وشيلي الزيادات، اي زيادات موجودة ممكن تاخدي الزيادات اللي احنا بنقصها دي ممكن تحطيها برضو في رول تاني وانتي بتلفيه. وقطعيها، انا هقطع على 3. جهزي بقى كوبايتين لبن، عليهم 2 بيضة، معلقة من الزبدة، ملح وفلفل اسود، وقلبيهم كويس. واسقي الصينية بتاعتك وهندخلها الفرن تاخد لون حلو وجميل. هتقعد بالظبط معاكي 10 دقايق مش اكتر من كده. هتاخد اللون الحلو الجميل ده من فوق. وقطعيها. اكلة سهلة سريعة. هتلم معاكي البواقي، لو عندك اي بواقي مش محتاجاها ممكن جبن، لحمة، فراخ، اي حاجة موجودة عندك. بصوا شكلها جميل جدا وريحتها حلوة جدا، هتعجبكم قوي وجربوها. ما تنسيش اللايك، ما تنسيش الشير، ما تنسيش المتابعة والكومنتات. كل سنة وانتم طيبين.